مي عز الدين من الفنانات القليلين قوي اللي ليهم كاريزما كده وطلة خاصة بيهم على الشاشة، وكمان تمثيلها تحس ان هو سلس، يعني مش مصطنع، مش مفتعل عشان توصل لك رسالة معينة. لا، بتحس ان الرسالة بتوصلها بسلاسة جدا، فبتحس ان انت بتحب تتفرج عليها. ناس كتير جدا بتحب فعلا تتفرج عليها، فتحسها من الفنانين اللي فعلا بيوصلوا للقلب بسهولة. بجد فنانة جميلة قوي، غير طبعا شكلها اللي زي القمر، يعني ما شاء الله عليها. في احدى اللقاءات اتسألت سؤال عن موضوع الحجاب، ان هي بتفكر تتحجب او لا. كان ردها جميل قوي، قالت انا بفكر اتحجب ونفسي جدا جدا ان انا اخد الخطوه دي، بس انا عايزه اكون قد الخطوه دي. يعني انا مش عايزه البس الحجاب واقلعه بعد شويه، لا انا عايزه البس الحجاب وفعلا استمر على الحجاب. ومن الحاجات اللي عجبتني قوي فيها لما قالت لما سالتها المذيعه وقالت لها ان في بعض الفنانين بيلبسوا الحجاب وبعد كده بيبداوا ان هم يمثلوا، ومع التمثيل يبداوا ان هم يقلعوا الحجاب تاني. فهي ردت عليها قالت لها قالت لها انا ماليش دعوه بحد، بس قالت انا لو لبست الحجاب مش همثل اصلا، يعني خلاص هعتزل التمثيل وخلاص، لان انا شايفه او عارفه ان الحجاب يعني مش متماشي مع التمثيل. فدي من الحاجات اللي فعلا حسيتها ان هي فكرها راقي فيها، ومقتنعه فعلا ان الحجاب ملوش علاقه او ما ينفعش ان هو يتماشى مع التمثيل، لان هو ليه احترامه زي ما قالت كده، ليه احترامه وليه وقاره. فهي فنانه جميله قوي 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 قوي، وانا بحبها خالص، واعتقد ناس كتير جدا بتحبها. ايه رايكم فيها في الحجاب؟ اكتبوا لي في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو اشتركوا في